تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون نظمت جمعية البدر الولائية لولاية تلمسان وبالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون لولاية تلمسان افتتاح أيام تلمسان للأدب الشعبي بحضور نخبة من الفنانين، وذلك على مستوى حديقة عين صبرا. زكريا ساعدي رئيس الجمعية الولاء البدر. اليوم نحن بمدينة صبرا المضيافة في افتتاح أكبر تظاهرة ثقافية حول التراث الشفهي وامتداده، ألا وهو أيام تلمسان للأدب الشعبي. أيام تلمسان للأدب الشعبي المنظمة تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون وبالتنسيق مع مديرية الثقافة والفنون وبوسامة كل المجلس الشعبي الولائي، مركز الفنون والمعارض والمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وبلديتي صبرا وبوحلو. أيام تلمسان الشعبي هي تظاهرة ثقافية أدبية بطريقة إبداعية تبتعد عن النمطية، تمتد إلى من 15 جويلية إلى غاية 29 جويلية على مستوى 10 بلديات بفعاليات هي فعاليات مثيرة، حيث تشمل لنا عروض، معارض، ورشات وندوات أكاديمية ويوم دراسي. نستهدف من خلال هذا البرنامج كل الفئات العمرية من شباب ومن طفولة، وتعرف عديد من المبادرات، منها تنصيب مكتبات على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية، كذلك جلسات قراءة للشباب، كذلك ضمن هذا البرنامج الذي ستعرفه أيام تلمسان للأدب الشعبي يوم دراسي ببلدية بوحلو، محاضرات أكاديمية بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، معارض للكتب على مستوى العديد من البلديات، وإن شاء الله ليعرف الاختتام حول إن شاء الله يوم 29 جويلية. ما هو مميز، سنطلق مسابقة اليوم من هنا من مدينة صبرا حول أحسن حكاية شعبية. كما عرف الافتتاح عدة ورشات وعدة عروض للفنانين الحاضرين، وعلى رأسهم الفنان الكوميدي حميد لحلو. الفيلم الأول اللي دخلت نمثل فيه أول فيلم تاعي في بلاصة اسمها كريشل، فيلم خاصني عليه بالك 3 ملايير تاع صوالح. نقول للشعب الجزائري تحية كبيرة لكم، ونقول للجمهور تاعي بلا بكم نتوما أنا والو، وشكرا لولاية تلمسان على هذه التظاهرة، والبيبليك كان جد رائع، وتحية كبيرة لكم وغاشي صبرا. سلام، عندي ما غادي نقول. أنا المحي صديق راوي وحكواتي نحكي قصص من التراث الشعبي، واليوم رانا حاضرين في مدينة صبرا في الأيام الأدبية هذه اللي راها قايمين عليها جمعية البدر، وهما مشكورين على إحياء الذاكرة وهذا الموروث، يعني الموروث التاريخي والحضاري اللي رانا نتداولوه من أجيال إلى أجيال. والحضور نتاعي اليوم حكايات وقصص من التراث الشعبي الجزائري اللي ما زالت الذاكرة الجزائرية محتفظة بهم حتى اليوم، وإن شاء الله بالحضور تاعنا واللقاءات الشعبية كمان هذه الحكايات يعني يبقوا يعني يتداولوا من جيل إلى جيل. الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. نشكر السلطات المحلية ونشكر جمعية البدر التي قامت على تغطية هذا الحدث التاريخي الذي أول مرة يكون في صبرا وليعرف بتراث المنطقة، ونشكر كل الصاهرين على تغطية هذا الحدث، ونشكركم جميعا. كما نعرفكم أن صبرا هي منطقة تاريخية بتاريخها وتقاليدها وبتراثها، والمنطقة التي هي عين صبرا تعتبر تاريخ بأصلها. وشكرا.